السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل. تعالوا النهاردة حابة أشارككم كده يومي روتين كده على السريع. شوفوا النهاردة عملنا إيه مع بعض وهنقضي اليوم إزاي. يلا بينا نبتدي الفيديو. إحنا ابتديناها بالفعل. طيب، أول حاجة كده أنا طبعا صحيت بدري، روقت الشقة وقلت النهاردة لازم أنزل أروح السوق. جبت طماطم. الطماطم النهاردة كانت ب10 جنيه، على فكرة تنقية وجميلة جدا، واللي كان بيعبيها الراجل كانت ب7 جنيه. طبعا لما تجيبي حاجة انت نقيها أفضل، هتبقى أرخص كتير حتى لو كانت غالية. تمام كده. كمان جبت يوسفي. اليوسفي ده يوسفي عرايشي. في نوعين كده حاليا من اليوسفي، في العرايشي وفي نوع تاني كده، استغفر الله العظيم يا رب، عامل زي الفيلم، ما تجيبوهوش. العرايشي ده ب12 جنيه، مسكر قوي. طبعا لحد لما يطلع كمان اليوسفي البلدي بتاعنا لسه ما طلعش. كمان النهارده الكابوتشا دي كابوتشا، انا جبت التلاتة مع بعض. التلاتة ب10 جنيه، الواحدة ب3 جنيه. سعرها برضو رخص جدا، خلوا بالكم يا جماعة وبتفصلوا. وجبت ليمون وجزر وجبت فلفل كده. كمان بقى انا النهارده نزلت مخصوص ليه، لان اختي جايه لي بكره، فقلت ايه انزل اجيب كرنب كده. انا قلت بكره ان شاء الله هعمل كرنب، وهعمل ايه كمان صينيه مكرونه بشاميل، علشان اختي وكده لما تيجي يعني. فطبعا لازم لما يكون عندنا عزومة يا جماعة أو أي حد جايلك، تجهزي قبلها بيوم علشان ترتاحي وتقدري تقعدي كده مع الناس اللي احنا بنحبهم. نقعد بقى ما نقضيش اليوم كله في المطبخ، فلازم نجهز كده الحاجة. أنا كده جبت كرنب، برغم إن هي ما كانتش عجباني قوي، مش زي اللي أنا بجيبه كل مرة، بس ما كانش فيه كتير يعني. بس كنت مضطرة، لأن بصراحة يعني أختي لما بتيجي بتحب المحشي قوي، فكان لازم اجيبه واجي ايه واجهزه. هي حلوه مش وحشه قوي، بس مش زي اللي انا بجيبها كل مره. طبعا قلت ايه على السريع كده هقوم سلقاها واشيلها مسلوقه، واقطعها واشيلها مسلوقه، وكمان هسبك علشان بقى ايه يبقى مجهزين كده. قصدي يا ربي هعصج اللحمه المفرومه. انا عندي اصلا مسبك، انا مسبكه للمحشي وشايلاه وللممبار كمان. طبعا هنا انا قلت هجهز برضو لصينية المكرونة، اعصج اللحمة. صينية المكرونة الوسط يا جماعة بتحتاج ربع كيلو لحمة. بنكتر البصل كده وبنصفره وبننزل باللحمة ونعصجها كده، وبعد كده بنحط عليها طماطم علشان دي مكرونة. المكرونة بتحتاج ان انت تحطي عليها طماطم علشان تبقى ايه، جوسي كده وطرية، والحشو بتاعها يبقى مسكر كده وجميل. يعني مش تحطي بقى ايه لحمة وبس، لا، الطماطم بتكترها وكمان بتخليها طعمها حلو قوي. بنسيبها كده لحد لما اللحمة بتستوي معانا تماما. كتري بصل بقى، وكمان هننزل بفلفل، مقطعة فلفل كده. حتى لو انت مش عاوزاه سبايسي قطعي فلفل الوان، بس الفلفل برضو بيديها تيست وطعم حلو قوي. فكل ده طبعا لما بتجهزيه بتقومي تاني يوم، يعني سلقة مثلا الكرنب وعندك التسبيكة، عصقتي للمكرونة، فبتبقى حلوة قوي وبتحسي ان انت ما بتتعبيش. هنتعب النهاردة، وزي ما قلتلك كده ايه، كل فترة كده هننزل هنجيب حاجات مع بعض ونشوف ونقضي يومنا ازاي. نتعب في يوم بس نرتاح بقية الايام. انا هنا نزلت بالطماطم. على فكرة هنا الطماطم كانت كتيرة شوية، بس انا عندي برضو لحمة مفرومة تاني في التلاجة كنت شايلاها للجلاش بدون طماطم، هاخد حبة كده وهحطهم عليها. تمام كده. وهعمل طبعا زي ما قلنا اللهم صل على النبي، المحشي يبقى محشي ومكرونة بشاميل، وطبعا هنعمل بقى فراخ وهنشوف هنعمل ايه ده بكرة. فأنا كده النهاردة نزلت السوق، جهزت الكرنب، وكمان روقت الشقة، وكمان عصجنا للحمة للمكرونة. ده بقى ايه، قلت هعمل هنا النهاردة. طبعا يوم زي ده بتبقى محتاجة اللي انت بقى ما تعمليش اكل فيه جهد. هعمل المكرونة دي يا جماعة اللي انا لسه مصورها لكم على فكرة. بس ساعتها انا بقى لما نزلت السوق، طبعا علشان كده انا فتحت قناتين علشان دي تشيل دي. نزلت لكم وصفة المكرونة بالظبط، بس طبعا الخضار والحاجة دي قلت هنزلها على القناة الصغيرة، علشان برضو ما احبش ان انا اطول عليكم الفيديوهات، تبقى الفيديو طويل قوي. فاديني بحاول اظبط هنا وهنا، يعني الحاجة اللي مش بقدر انزلها هنا بنزلها على القناة الصغيرة.
المكرونة دي يا جماعة حلوة قوي قوي. الطريقة دي ان احنا بنحمر البصل وبننزل عليه بمعلقة، علشان برضو اللي ما شافهاش على القناة الكبيرة، بننزل عليه بمعلقة صلصة. الصلصة بتدي لون حلو قوي وبتدي تسكيرة للمكرونة، كمان بتديها لون حلو قوي. وبعد كده بننزل بقى بالطماطم. تمام. المكرونه يا جماعه زي ما قلت لكم مليون مره، انا لما بسلقها بصفيها، مش بشطفها خالص، بحطها في صينيه مصفى واسعه كده، وبحط عليها حبه زيت وحبه فلفل. وهنا انا كنت حطيت خلاص الطماطم، بحط عليها نص معلقه سكر، وبعد كده ايه بسيبها بقى لما تتسبك، وفي الاخر بحط الملح والفلفل. وخلاص على كده مكرونه بالبصل بتبقى لذيذه قوي، وبتخلي طعم المكرونه تحفه. اكتر المحلات على فكرة يا جماعة، الانسجام والمحلات المشهورة بالمكرونة بيعملوها بالبصل. وحطيت كمان نص معلقة بابريكا كده وحبة فلفل والملح، وتمام قوي. المكرونة كده جاهزة معانا، نحط الصلصة. وده كان يومنا النهاردة، رحنا السوق وجبنا حبة حاجات. وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله. ربنا يعيننا يا رب. طبعا بسيبها لما تتسبك تماما، وبعد كده بننزل بالمكرونة. المكرونة دي موجودة على القناة الكبيرة، بتعرفيها ازاي انها اتسبكت؟ لما الصلصة الزيت او السمنة، انا هنا عاملاها بسمنة وزيت على فكرة، سمنة بلدي وزيت، بيبقى طعمها حلو قوي، تعوم على الوش كده وتطلع على الوش. وادي المكرونة بتاعتنا، وعملنا جنبها حبة بتنجان. وده كان فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة الجديدة، تدعموني بلايك. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. باي باي.